بانيني الجبنة الحلوم بالزيتون المشوي والنعناع الفريش، واهم حاجة ان هو بانيني قمح كامل. مكونات: بانيني قمح كامل، نعناع فريش، فلفل الوان، وطبعا جبنة حلوم. كل واحد يجيب النوع اللي هو عايزه. بقطع 3 شرايح، وزي ما انتم شايفين كده في طاسة تيفال من غير اي دهون خالص، بسيبها تنزل ميتها لحد ما تاخد لون. كده بجيب البانيه القمح الكامل اللي بيشبع جدا وطعمه حلو جدا، وبحط شرايح الجبنة الحلوم. واهم حاجة بقى واللي بيديها الفليفر هو احلى بهار في الحياه، الفلفل الاسود اللي بالليمون من انتلان. بجد طعمه حلو جدا، بينقل الساندوتش في حته تانية. ممكن تحطوه على اي حاجه، تحطوه على الجبنه، تحطوه على الرز، تحطوه على خضار سوتيه. بجد بجد فظيع. بعد كده بقى انا حطيت التاتش بتاعي معلقه هيلثي مشروم سبريد، طعمها برضو حلو جدا جدا. بنحطها على الجبنه الحلوم كده برضو عشان تديه طعم المشروم شويه. وبقى هنحط نعناع فريش كتير كتير كتير، وزيتون اخضر بزيت الزيتون، هو بيبقى متشوح كده، بيبقى موجود عند المحلات السوري يعني. وده كان الفطار، وممكن نزود معاه بيضتين